لم يكن إخفاق المغرب في تنظيم كأس إفريقيا 2025 مجرد خسارة عابرة في سجل المنافسات القارية، بل كان صفعة تنظيمية قوية كشفت أن الصورة الوردية التي تم الترويج لها لسنوات على الجاهزية العالمية لم تكن متماسكة كما بدا. ففي أمسية كان يفترض أن تكون عرسا كرويا إفريقي، تحولت المدرجات إلى مسرح للفوضى والشغب والاحتجاجات، لتسقط معها هيبة التنظيم أمام أعين العالم، في وقت يحلم فيه المغرب باستضافة نهائي كأس العالم 2030. ما حدث داخل الملعب وخارجه من احتجاجات وانسحابات وإلغاء مؤتمرات صحفية لم يكن مجرد لحظات غضب جماهيري، بل كان اختبارا حقيقيا فشل التنظيم في تجاوزه. فالعالم لا ينظر إلى الدول المرشحة لتنظيم المونديال من زاوية جمال الملاعب أو فخامة الفنادق، بل من خلال قدرتها على السيطرة على أصعب اللحظات والنجاح في إدارة الأزمات عندما تتوتر الأعصاب وتتصاعد الضغوط. وهنا تحديدا سقط الامتحان. كأس العالم ليس بطولة عادية، بل حدث كروي يضع الدول تحت مجهر العالم، ملايين المتابعين، مئات الآلاف من الجماهير، ضغط إعلامي لا يرحم، وأجواء مشحونة لا تقبل الهفوات. فمن يعجز عن احتواء مباراة نهائية قارية بكل حساسيتها، كيف له أن يدير بطولة تضم عشرات المباريات في مدن متعددة وفي ظروف أكثر تعقيدا؟ تصريحات رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لم تكن مجاملة بروتوكولية ولا كلاما دبلوماسيا حين وصف ما حدث بغير المقبول. كان يتحدث بلغة المعايير التي تعتمدها الفيفا في تقييم الدول، وليس بلغة العواطف أو المجاملات. فتنظيم كأس العالم لا يمنح لمن يملك المنشأة فقط، بل لمن يثبت أنه أهل للثقة. والثقة كما يعلم الجميع تبنى في الأزمات لا في اللحظات السهلة. ما كشفته هذه الأحداث هو أن التنظيم ليس مجرد إسمنت ومقاعد وملاعب حديثة، بل منظومة متكاملة: تخطيط، إدارة، سيناريوهات طوارئ، وقرارات حازمة في الوقت المناسب. الصور الجميلة قد تخدع في البداية، لكن الحقيقة تظهر عند أول اختبار صعب. المشكلة لم تكن في الجمهور وحده، بل في غياب الجاهزية للتعامل مع الغضب، ضعف إدارة الأزمات، وغياب الصرامة حين يكون الحزم ضروريا. فالدول التي تنجح في تنظيم المونديال لا تلغي التوتر، لكنها تمنع تحوله إلى فوضى. وإذا لم يتعامل مع ما حدث على أنه فشل تنظيمي حقيقي يستدعي المراجعة والمحاسبة، فإن خطر تكرار السيناريو سيبقى قائما في كل مباراة وكل مدينة وكل لحظة ضغط خلال أي بطولة عالمية مقبلة.